السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده هنعمل مع بعض المحشي الجميل ده، معمول بدون ما نسبك له خالص، ني في ني. نشوف مع بعض ان شاء الله الطريقه ازاي. عندي كميه خضار حلوه قوي، كوسه وفلفل وجزر وبتنجان اسود. طبعا اللي عايز يحب ابيض يحب، احنا بنحب الاسود في المحشي. قورته كويس وغسلته وصفيته. بعد كده بغسل الرز بتاعي واصفي الميه منه كويس، واضيف عليه 3 بصلات او بصلتين كبار حلوين، واضيف التوابل بتاعتي كمون، فلفل اسود، بهارات. عندي كزبره ناشفه، حبه زعتر ناشفين بفركهم بحطهم، ملح. تمام. معلقتين ملح صغيرين، بحط ربع كوبايه زيت، ومعاها معلقه سمنه، او مش عايز تحطوا السمنه براحتكم، كفايه زيت. وعندي الخضره بتاعتي شبت وبقدونس وكزبره، بغسلها وبنشفها وبقطعها على البلانش او بضربها في الكبه زي ما تحبي. بعد كده بقلب كل الخليط ده على بعضه كويس. في حبه نعناع، نسيت انا حبه نعناع ناشفه برضو بحب احطها على المحشي، بتفرق في الطعم. بقلب كل الخليط ده، وبعد كده بضرب طماطم في الخلاط وبضيفها على الخليط بتاعي ولحد ما يتجانس كله ويتشرب من بعضه. ببتدي بعد كده احشي المحشي بتاعي. مش بملى الوحدات بتاعتي، انا بسيبها حوالي التلات ارباع بس، وبعدين مش بكبس الرز فيها. تمام خالص. بخليه مهوي عشان ياخد السوا بتاعه يبقى مظبوط، وما يطلعش فيه حبة نية. بعمل كل الخضار بتاعي بحشيه تمام لحد ما خلصت. طبعا الجزر ده بحب احشيه، طعمه خرافة جميل جدا جدا جدا. جربوها هيعجبكم جدا في المحشي. كنت بحبه انا لوحدي بعمله ليا، بعد كده العيله عندي كلها بقت تحب تاكل الجزر محشي. تمام. عشان كده انا زودت النهارده. بحشي كل الحاجات. الكوسه برضو ما تتكش عليها جامد عشان ما تتكسرش، انها بتبقى هشه عشان هي مفرغه وبتبقى ناشفه كده، لو تكيتي عليها شويه هتتكسر منك. برضو الفلفل برضو بنفس الطريقه، ما بملهوش، بملاه 3/4 من غير ما اكبس. انا بس بطمن ان الرز بتاعي سيبت كله في قلب الخضار. بعد كده انا برصه في الحله وهو واقف كده، ما بش بنيمه. وهجيب بقى الشوربه بتاعتي. عندي الشوربه ميه ومرقه دجاج، اي حاجه موجوده عندك ممكن تضيفيها. وبعدين اغطي عليه لحد ما يستوي بتاع عندي ويتشرب. تمام. هيبقى يطلع بالشكل اللذيذ الجميل ده. نغرفه بالهنا والشفا. هو محشي خفيف جدا، ني في ني، ده خفيف على المعده قوي للناس اللي بتشتكي من الحاجات المسبكات. كمان الناس اللي بتحب تعمل دايت، المحشي ده برضو مفيد جدا، لانه مفهوش تسبيك ولا حاجه ومفهوش دهون كتير، ويبقى خفيف على المعده وينفع للدايت. فيه خضار كتير، ممكن تاكلي انواع الخضار اللي انت بتحبيها. وان شاء الله يعجبكم، جربوه. وبالهنا والشفا، ونتقابل في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.